عالم منافق وعالم دنيء. سمعت وشفت هذا انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو يتدخل بصفور وبوقاحة في الشؤون الداخلية لدولة الجزائر. قال خصصنا كرسي فارغ للصحفي الفرنسي كريستوف غليز، ودعا الجزائر إلى منح عفو رئاسي لهذا الصحفي المحكوم عليه في الجزائر. شفنا بأنه المنظمة هذه أحيانا تتصرف كمنظمة سياسية عندما يتعلق الأمر خاصة بأمريكا أو بإسرائيل، تتحول إلى منظمة سياسية تدافع وتغطي وتشوه وتعمي إلى غير ذلك، ثم فجأة تعود إلى اختصاصها كمنظمة دولية كروية وتطبق قوانينها بحزم وصرامة على كل الدول أو بقية الدول، خاصة الدول الضعيفة مثل الدول الإفريقية والدول العربية إلى غير ذلك. لكن مثلا بخصوص هذا الحكم الصومالي الذي منعته أمريكا من دخول أراضيها، مع أنه الفيفا كانت مبرمجته من بين الحكام الذين سيديرون مباريات كأس العالم من سنة 2026، مع ذلك هذا انفانتينو اللحاس حشاكم هذا المنافق لم يقل ولو كلمة واحدة من أجله، ولم يدافع عن هذا أو لم يدافع عن قوانين المنظمة الدولية لكرة القدم. وكذلك لم يتدخل مثلا بخصوص الفريق الإيراني، قالوا باللي أمريكا رفضت منحه التأشيرة واضطر إلى الذهاب إلى المكسيك. تخيل أنت معي يا أخي العزيز لو أن مثلا أي دولة أخرى من دول العالم الثالث رفضت إعطاء التأشيرة لحكم من الحكام المبرمجين أو الذين برمجتهم الفيفا، ماذا سيكون موقف انفانتينو هذا؟ هل كان سيسكت كما فعل مع أمريكا؟ طبعا قامت الدنيا ولم تقعد، ولو طبق عليها العقوبات والغرامات واستبعد الفريق نتاعهم من المنافسات ودار فيهم حالة. ولكن عندما تفعلها أمريكا وإسرائيل لا من شاف ولا من درع، ما شاف لا سمع، شاهد ما شافش حاجة. وإن تطلب الأمر فسيدافع عن الإجراء الأمريكي. قبل سنوات قليلة أيضا كل العالم لاحظ تلك الإجراءات القاسية التي فرضتها الفيفا على روسيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. فرضوا عليهم حظر شامل على روسيا، واستبعدوا كل فرقها ومنتخباتها من جميع المسابقات الدولية. هذه روسيا وما أدراك، وما منعتش. وفي نفس تقريبا السياق حرب غزة مثلا، هالمنظمة هذا وانتنياهو وهذا وش اسمه هذا كاسمه هذا كان نتنياهو وهذا انفانتينو نفس المقام تقريبا، الاسم تاعهم تقريبا نفس المقام الموسيقي تاع المجرمين. هذا انفانتينو هذا والمنظمة هذه الدولية تجاهلت تماما جرائم إسرائيل في غزة، ولم تطبق على إسرائيل أي عقوبات، ولم تطبق على فرق إسرائيل أو الدولة الإسرائيلية أي عقوبات، رغم كل ما شاهده العالم وما عاشه من مجازر وجرائم إنسانية وإبادات جماعية قل مثيلها في التاريخ. واستمرت حوالي 3 سنوات وما زالت مستمر، حوالي 100,000 قتيل وحوالي 3 أضعاف جرحى ومعطوبين، أغلبهم نساء وأطفال، حوالي 70% حسب الإحصائيات التقريبية، حوالي 70% تقريبا نساء وأطفال. ومع ذلك المنظمة هذه لم تتفوه بكلمة لصالح أهل غزة. والحقيقة أنا كل ما يتقدم بالعمر أتأكد أكثر أن العالم محكوم بالمجانين والمجرمين والمرضى النفسانيين والمعتوهين، هم اللي يحكموا العالم. حاجة ثانية اللي نتأكد منها أكثر، الحق دون قوة هو باطل، والباطل المدعوم بالقوة هو حق بالضرورة. شوفوا باللي اليوم العالم مش اليوم منذ بداية التاريخ البشري لحد اليوم القوي يدوس على الضعيف من أجل مصلحته دون أن يعبأ، كما أن الحرية والكرامة والعدالة والإنسانية وكل المعاني السامية هي في الحقيقة لا تعني كل البشر، ليس كل البشر معنيون بهذه المعاني السامية، وليست أيضا من حق، وإنما هناك فئات فقط. هذه الحقوق هذه المعاني السامية هي من حق فئات محددة من بين البشر فقط، لا تعني كل البشر، وخاصة الأقوياء هم الذين يحتكرون الحق ويحتكرون السيادة ويحتكرون العدالة والكرامة والحرية. أما باقي البشر فهم مجرد أرقام